في ناس للاسف مصدقه ان برامج الفي بي ان اللي ببلاش دي برامج عاديه وامنه وممكن يستخدموها. البرنامج اللي اسمه سوبر في بي ان ده مش برنامج عادي، وخلي بالك سوبر في بي ان مش اسم البرنامج. سوبر في بي ان كشركه اللي انا قلت عليها دي عندها ملايين الابلكيشن الفي بي ان اللي بتعمل نفس خصائص السوبر في بي ان، وبياخدوا نفس البيانات وبياخدوا نفس الملفات وبياخدوا نفس الصور والفيديوهات ويبيعوها لشركات تانية خالص. ده بس مثال. البرامج دي تم تصنيفها حاجه اسمها هاي ريسك، يعني معدل خطوره عالي جدا، وفي تقارير من البرنامج دي ان تعرضت لاختراقات كتير وتسريبات اترفع عليها قضايا كتير جدا، وفي 2023 اتسرب منها بيانات 360 مليون مستخدم، واتضح ان البيانات دي كانت بتشمل كمان الصور، الديفايس، نوع الديفايس الموبايل، والاي بي المكان اللي انت عايش فيه، وصورك وفيديوهاتك. لو حضرتك مش مصدق كل التقارير اللي بقول لك عليها دي، مع ان انا حاطط التقارير دي كلها في الكومنتس ممكن تبص عليها، ممكن تروح تشوف برنامج او موقع اسمه سايبر نيوز. في موقع تاني تقدر تخش عليه وتتاكد لان هو مسؤول عن حركه ومواقع البرنامج الفي بي ان كلها، اسمه في بي ان مونيتور، ممكن تتاكد عليه. اسمها تيك ريدر، تدخل على المواقع دي كلها وتتاكد من كل التقارير اللي انا بقول لك عليها دي اللي خاصه بالسكيورتي وخاصه ببرامج الفي بي ان اللي مرفوع عليها قضايا وبتاخد صورك وفيديوهاتك وتبيعها لجهات تانية خالص. المشكله مش في برامج الفي بي ان في حد ذاتها، المشكله في اللي بتاخده من على التليفون. التطبيقات دي احيانا بتبعت صورك والسكرين شوت بكل اللي بتستخدمه من على تليفونك وفيديوهاتك وبتبعتها لسيرفرات داخليه عندها قبل حتى انت ما تلاحظ، قبل حتى انت ما تمسحها. حتى المسح من على تليفونك مش بيحل المشكله، لان الصور والفيديوهات دي بتتبعت اوريدي او اتبعتت اوريدي على السيرفر وبتتسجل. خليني اساعدك واحده واحده. اول حاجه روح افحص كل تسريبات الصور او الميديا من على الموقع اللي انا سيبه لك ده. تكتب ايميلك، الايميل ده بتكتبه الايميل اللي انت بتستخدمه، او لو عندك اي ايميل تاني لو سمحت برضه حطه، وتشوف هل في تسريبات حصلت على الايميل ده او لا. تكتب الايميل هيطلع لك لو في بيانات كانت سربت او حصل لها اختراق قبل كده او بعد كده تدخل على موقع جوجل وتدخل على الصور. لو انت كنت بتعمل باك اب روح على الجزئيه دي، روح على حاجه اسمها HTTPS، هتلاقي حاجه اسمها فوتو جوجل، وتاكد وراجع الصور اللي عليه وتاكد ان مفيش حاجه اتحفظت بدون علمك. لو انت بقى تليفونك اندرويد ممكن تستخدم التطبيق اسمه اكسكيوت برايفسي، هسيب لك اسم البرنامج ده بيحلل التطبيقات ويقول لك مين بيتجسس عليك. ده حمايه ليك انت. هتروح تحمل البرنامج ده من على المتجر وشغله وافحص التطبيقات كل الموجوده على التليفون. لو انت مسحت برنامج الفي بي ان لازم تتاكد من خطوه مهمه، وان انت تمسح الكاش والمخلفات بتاع البرنامج ده. تروح على اعدادات الموبايل، هتروح على التطبيقات، هتلاقي كلمه لو انت كنت منزل مثلا سوبر في بي ان، روح على سوبر في بي ان لو لسه ظاهر وامسح البيانات المؤقته اللي هي اسمها كاش. وبعد كده لازم تمسح الملفات كلها لو انت برضو عندك تليفون اندرويد، تمسح الملفات المتبقيه برضو في الكاش لو اللي انت عندك تليفون تاني ومربوط عليه بنفس الاكونت الموجود على تليفونك الاولاني. تعال نروح للسيناريو الأسوأ. لو فعلا في صور خرجت او لقيت صورك موجوده على الانترنت، دايما بقول لك في كل فيديوهاتي القلق مش هو الحل، في شويه حاجات ممكن تساعدك. لو رحت على جوجل في الصور باسمك او الايميل اللي انت بتستخدمه وتستخدم حاجه اسمها ريفرس ايمج سيرش، استخدم الاداه دي عشان يظهر لك الصور. وبعد كده هتروح تستخدم اداه تانية في الموقع لو لقيت صورك طبعا، هتروح تستخدم الموقع ده اللي هو www.stop.ncii.org. احفظ الموقع ده عندك. دي اداه عالميه بتحذف اي صور شخصيه لو اتسربت بدون اذنك، بتحافظ على سريتك تماما، وبتشتغل على منصات عالميه زي ميتا، انستجرام، جوجل. حتى لو في حد بيبتزك الصور دي في خلال 24 ساعه بالظبط او ساعات بيكون اقل من كده، الصور دي بتتمسح.